في بداية فيلمنا بنلاقي عمال بيشتغلوا عشان يجددوا جناح في مستشفى تركية، والجو بيبقى برد على الآخر وعشان كده العمال كلهم لابسين تقيل، وبنشوفهم وهما بيشتغلوا في الطوب والرملة بالتصوير البطيء، وبعد شوية بيقعدوا يريحوا ومرة واحدة الدنيا بتمطر. وفي المشهد اللي بعد كده جوه المستشفى بنلاقي الدكتور بيعالج الجرح اللي حوالين ودن واحدة اسمها ليلى، وبيقول لها ان الجرح مش خطير وبيكتب ليها مرهم وبيقول لها تمشي على العلاج اللي كاتبه بانتظام. وبنلاقي ان ليلى شابة جميلة وجذابة بس بيكون باين عليها الخوف ومتوترة، والدكتور بيكتب ليها العلاج. وهي بتعيط الدكتور بيسألها إذا كان المفروض يتصل بالسلطات ويبلغ عن الحادثة، بس هي بتبص ليه وبتهز راسها بلأ. ولما بتدخل الحمام عشان تغسل وشها وتسرح شعرها بتكمل عياط جوه. وبعدين بنشوفها وهي ماشية في ممرات المستشفى ورايحة ناحية الباب، والناس ماشية حواليها في كل الاتجاهات، وفي منهم ممرضات بيجروا بالمرضى، وواحد بيكون شايل بنته على دراعه وهي فاقدة وعيها وبيجري وهو بيصوت وبينادي على الدكتور. وبعد ما ليلى بتخرج أخيرا وبتركب التاكسي بتفتكر إنها نسيت المحفظة بتاعتها، فبتعتذر للسواق وبتطلب منه إنه يستناها عقبال ما تجيب المحفظة وتيجي. فبتجري على الحمام تاخد شنطتها وبتطمن لما بتلاقي إن محدش سرقها. وهي راجعة للتاكسي وهي بتجري بتلاقي العربية اتحركت قبل ما توصل، فبتقعد تزعق وتخبط على الباب وهي بتنادي على السواق بس هو مش بيسمعها وبيمشي. وفي الوقت ده بيجي واحد من وراها وهو لابس الزي بتاع العمال، ولما بتاخد بالها بتبص وراها وبتتخض، والراجل بيكون باصص ليها وهو متنح. والظاهر كده ان ليلى بتبقى متأثرة لسه من الحادثة اللي اتعرضت لها، وعشان كده بتصوت في وش الراجل ده، والناس اللي حواليها كلهم بيستغربوا. بس الراجل اللي واقف قدامها بيفضل واقف زي ما هو ومش بيدي اي رد فعل غير انه بيرفع حواجبه وهو مش فاهم حاجة. وبعدها بيقرب ناحيتها وبيرفع ايده من وراها وكأنه هيطبطب عليها، بس الحقيقة انه بيرفعها عشان يزق الباب اللي وراها. فليلى بتهدى وبتخرج على طول، ولما بتروح تدور على تاكسي بتغير رأيها وبعدين بتمشي في الناحية التانية، فبتبص على الراجل اللي بيكون لسه واقف وبتزعق فيه وبتقوله يبطل يبص عليها. فالراجل بيبتسم وهو باصص عليها برضه. وفي الوقت ده زمايله بيروحوا له وبيدوله اكل، فبياخد قطمه وبيمشي معاهم وبيروحوا يكملوا شغل. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف واحده ست وهي واقفه قدام البيت وبتفتح الباب لاولادها اللي راجعين من المدرسه، والولد والبنت بيجروا عليها وبيقولوا لها ان في واحده واقفه عند البوابه. فمامتهم بتروح للست دي وبتسالها هي عايزه مين، فليلى بتفضل واقفه مكانها بطريقه مريبه وبتسال الست دي اذا كان اسمها تولين، والست بتجاوب باه. فليلى بتاخد بالها ان الولاد واقفين باصين عليهم من ورا الشباك، فبتتردد في الاول بس بعدين بتقول لتولين انها كانت على علاقه بجوزها وانهم كان بقالهم سنه مع بعض، وبتقول لها انها ندمانه على اللي عملته بس بتاكد لها انها ما كانتش تعرف انه متجوز. وبتقعد تعتذر لها كتير وبتوريها التعويره اللي جنب ودنها، وهي بتقول لها ان جوزها هو اللي عورها كده، وهي بتتخانق معاه بعد ما عرفت الحقيقه. فتولين بتتضايق بعد ما سمعت الكلام ده وبتفضل واقفه في مكانها وهي باصه على ليلى وهي بتمشي. وبعد كده الجرس بيرن في وقت ما ميليسيا مامة ليلى بتبقى واقفه تسقي الزرع، ولما بتروح تفتح الباب بتلاقي ليلى واقفه وهي مدياها ظهرها، وبعدين بتلف تبص على مامتها واللي بتكون مستغربه من رجوع بنتها بس في نفس الوقت مبسوطه. وفي المشهد اللي بعد كده ليلى بتبقى قاعده تعيط في اوضتها، وبنشوف صورها اللي على الحيطه وقت ما كانت لسه طفله، وصوره تانية على المكتب لليلى هي واختها وهم صغيرين وبيبوسوا باباهم. وبعدين مامتهم بتيجي تطبطب عليها وبتجيب لها معاها ميه وبرشام عشان تشربه، وبتقول لها ترمي اللي فات ورا ظهرها، بس ليلى بتقول لها ان سام باباها مستحيل يسامحها على اللي عملته. وبعدها دافني اخت ليلى بتجيب لها كوبايه ميه، وبعدين بنشوفهم وهم متجمعين كلهم على الغدا ومحدش منهم بينطق بكلمه، ومامة ليلى بتبقى باصه على جوزها ومستنياه يقول اي حاجه يكسر بيها الصمت ده ويقول اي حاجه ليلى بخصوص رجوعها البيت. وحتى لما ليلى بتناوله برطمان الملح بيفضل ساكت ومش بيديها وش. وقتها ليلى بتعيط وبتقوم تحضنه وبتقعد تتحايل عليه انه يسامحها، وباباها بيتفاجئ من اللي بتعمله ده، بس مهما قالت ومهما عملت بيفضل زي ما هو، بس بيكون باين على وشه انه زعلان عشان بنته، لكن في نفس الوقت بيكون متضايق من اللي عملته ومش سهل عليه انه يسامحها بالسهوله دي. فبيقوم مره واحده وبياخد الجاكيت من على الكرسي وبيمشي، فالتلاته بيطلعوا وراه وليلى بتقعد تنادي عليه وبتمشي وراه في عز التلج وبتتحايل عليه انه ما يبقاش الراجل التاني اللي بيدمر لها حياتها، وبتقول له انها ما كانتش مستوعبه هي بتعمل ايه. فباباها وهو باصص قدامه بيقول لها انه مش هيقدر يسامحها عشان هي جابت له العرب اللي عملته ده. فليلى بتقول له انها هتفهم وهتتقبل قراره لو طلب انها تمشي من البيت، بس كل اللي عايزاه هو انه يسامحها. وبعد ما فصل الشتاء بيخلص وبعده الخريف والصيف والربيع بنرجع للشتاء من تاني، وبنشوف سام وهو واقف قدام المرايه وبيقيس البدله اللي بنته مفصلاها، فبيشجعها على شغلها. وليلى بتقول له انه خلاص من هنا ورايح مفيش داعي يصرف فلوسه على البدل الغاليه، فبيبص لها وهو فخور بيها وبيكون باين في عينيه انه راضي عنها وسامحها اخيرا ووافق انها ترجع تعيش معاهم من تاني. فليلى بتبتسم ليه وبتحضنه،
وبعدها بيخرجوا يتغدوا سوا، بس سام بيضطر انه ينزل الموقف الاول عشان يتابع شغل العمال، فالعمال بيشتكوا له من الحاجات اللي ناقصاهم. وفي اللحظه دي بيجي الراجل اللي طلع في المستشفى الليله وبيقول له ان هو قائد الفريق وان اسمه الكسندر. وفي الوقت ده ليلى وهي في العربيه بتجيلها مكالمه من صاحبها ايرول، وبيكون متضايق ان النقاش اللي جابه المره اللي فاتت سابه ومشي من غير ما يخلص الشغل، وانه محتاج الشغل يخلص في اقرب وقت. فليلى بتوعده انها هتساعده، وبعدها هي وباباها بيركبوا الاسانسير، وهي طالعه بتشوف الكسندر وهو واقف يدخن، بس مش بتفتكر انها قابلته قبل كده في المستشفى. وفي المشهد اللي بعد كده وهي عند ايرول بيقول لها انه متوتر بسبب الشغل بتاعه اللي مخلصش، بس ليلى بتقول له ان باباها هيبعت لهم احسن نقاش ومعاه الفريق بتاعه، بس بتقول له ان باباها قال لها ان الراجل ده عصبي حبتين وخلقه ضيق. وفي الوقت ده الكسندر بيدخل عليهم بالتصوير البطيء، وليلى وايرول بيكونوا واقفين باصين عليه وهم مستغربين. ولما ايرول بيعزم عليه بكوبايه شاي الكسندر بيرفض وبيبدا شغل على طول، وبيقول له ان النقاش اللي اشتغل قبله مبوظ الدنيا خالص وانه هيضطر يبدا من اول وجديد. وبعد شويه ليلى بتبقى رايحه ناحيه الباب بس بتلاقي نفسها مش عارفه تخرج، وبعدين الكسندر بيجي من وراها وبيعمل نفس اللي عمله وقت ما كانوا في المستشفى، بيرفع ايده وبيفتح ليها الباب. وبعدين لما بيركب عربيته عشان يمشي بيشاور لها وهي بتشاور له وهي واقفه في الشارع. وفي الوقت ده بيجي واحد راكب موتوسيكل وبيسرق شنطتها وهو معدي، والكسندر بيقوم مشغل العربيه وبيخبط الراجل، فالراجل بيقع على عربيته ولما بيفوق بيطلع يجري. وفي الوقت ده بتيجي ليلى عشان تاخد شنطتها، والكسندر بيروح لها وبيطمن عليها وبيسألها هي هتروح البيت ازاي، فبتقوله انها هتستنى الاتوبيس. بس في المشهد اللي بعد كده بنشوفها وهي راكبه معاه العربيه وبتعتذر له عشان صوتت في وشه قبل كده وهم في المستشفى، بس هو بيقول لها ما تشغلش بالها، وبتكون مستغربه من هدوء المريب ده بس ما عندهاش مشكله. ولان الجو بيبقى برد الكسندر بيديها بطانيه تتدفى بيها، فبتلفها حواليها وبتفضل تتدفى بيها طول الطريق. ولما بيوصلوا بيتها الكسندر بيقول لها تخليها معاها. وفي المشهد اللي بعد كده ليلى بتروح الموقع وبتبقى باصه على الكسندر وبتخبط في واحد ماسك جبس في ايده واللي بيقع عليها وبيبهدلها. وبالليل بتاخد صحابها وبيروحوا عند عربيه اكل غريبه وبيبقوا عاوزين يمشوا كلهم، بس ليلى بتفضل مصممه انهم يفضلوا هنا عشان العمال على طول بييجوا ياكلوا من المكان ده. وفي الوقت ده العمال بييجوا اخيرا، وواحده من صحابها بتقول لها عليهم انهم شويه فلاحين. وفي الاول ليلى بتكون خايفه تتكلم مع الكسندر، بس بعدها بتقوم عشان ترجع ليه البطانيه بتاعته، وبعدين بيعزم عليها تقعد معاهم، فهي واصحابها بيروحوا يقعدوا معاهم والكل بيبقى مبسوطين. واصحابها بيقعدوا يرخموا على الكسندر وبيقولوا له يتقدم لها بقى، بس اصحابه بيقولوا لهم انه مش بيفكر في الجواز دلوقتي عشان هو عاوز يخلي فلوسه لنفسه. فصاحبه ليلى بتقول لهم ان ليلى تبقى بنت المدير بتاعهم اساسا. وفي الوقت ده ليلى بتكون قاعده جنب الكسندر وماسكه ايديه وبتحط راسها على كتفه، وبعدها الكسندر بيصب ليها كاس عشان تشربه، ولما بتقول له انها ما بتشربش بيقول لها انها لو شربته يبقى هي كده معتبراه حبيبها، بس لو فضلت رافضه فده معناه انها لسه شايفاه على انه واحد غريب. فليلى بتشرب. وفي المشهد اللي بعد كده الكسندر بيكون لسه طالع من عند الحلاق، والحلاق بيديله من ازازه الكولونيا السحريه بتاعته. وبعدين بنشوفه وهو مع ليلى في السينما، وبعدها بيروحوا البار عشان يعلمها تلعب بلياردو، وبعد كده بيروحوا معرض الاسماك. ولما ليلى بتقوله ان اكيد الاسماك زمانها زهقت وهي قاعده ورا الازاز كده، بس الكسندر بيقول لها ان الموضوع مش فارق معاهم اساسا عشان هم الذاكره بتاعتهم قصيره جدا اصلا. وبعدها بيروحوا البيت عنده، وبنعرف انه معظم الوقت بيكون قاعد في الورشه بس حاطط كرفان قدام البيت، وبيقول لليلى انه هيعيش فيه بس بعد ما يصلحه. ولما ليلى بتغني اغنيه من اللي عملوها لها من وهي صغيره الكسندر بيغني معاها، بس مش بيرضى يحكي لها تفاصيل كتير عن حياته زي هو اتولد وكبر فين. ولما بتشوف صوره ليه مع واحد كبير في السن بتساله اذا كان ده جده، فالكسندر بيقول لها ان ده الراجل اللي علمه الصنعه بس ما عندوش صور تانية ليه. وبعد شويه ليلى بتقوله ان ريحته دي بتخليها تحس بهدوء عشان بتفكرها بفتره طفولتها، فبيحكي لها انه اخدها من الحلاق بتاعه. وبعد كده بتخبط على راسه وبتقوله انها بتكتب حاجه بس مش هتقوله ايه هي. وبعدين بنشوفها وهي بتفصل بدله لالكسندر وبتبقى مخليه صاحبها هو اللي يقيسها، وصاحبها ده بيكون مستغرب من اعجابها بالرجاله اللي زي الكسندر. وفي المشهد اللي بعد كده الكسندر بيلاقي هدوم في العربيه بتاعته ومعاها ورقه مكتوب فيها يفكر في ليلى كل ما يلبسها. وفي يوم سام بياخد باله ان ليلى فيها حاجه متغيره وهم قاعدين يتعشوا، فبيسالها عن اسم الشخص اللي بتفكر فيه، بس هي بتنكر، بس سام بيفضل مصمم برضه وبيقول لها ان
عاوز يقابله. فليلى بتبص لاختها وهي متضايقه، بس دافني بتحلف انها ما قالتش حاجه. فليلى بتقول لباباها ان علاقتهم لسه ما وصلتش للمرحله دي. ولما سام بيسالها هو بيشتغل ايه بتقوله انه مهندس معماري. فسام بيقول لها انه كان فاكر انه نقاش. وقتها دافني بتشرق وبتقوم تجري على اوضتها. وبعد كده ليلى بتروح لالكسندر وبتطلب منه انه يقابل باباها ويتقدم لها، بس هو بيرفض وبيقول لها انه اتعود يعيش لوحده ومش مقتنع بفكره ان في حب بيدوم. فليلى بتتضايق وبتتعصب بس مش بتستسلم، لحد ما أليكس بيحكي لها عن طفولته الصعبه وبيقول لها ان اهله سابوه في الشوارع وانه خايف لا هي كمان تسيبه بعد ما يتجوزوا. وبيقول لها انها مش عارفه الحياه هتبقى صعبه معاه ازاي. ولما بيحضنها الاسانسير بيطلع وباباها بيكون طالع فيه وبيشوفهم في اللحظه دي، وبكده سام بيعرف بالحقيقه اخيرا. وفي المشهد اللي بعد كده اهل ليلى بيتكلموا مع أليكس في المكتب وهي بتبقى قاعده مستنيه بره. فسام بيزعق له على علاقته ببنته وبعدين بيساله عن مكان بيته واذا كان عرف اهله بالموضوع ده ولا لا. فأليكس مش بيتكلم وبيقول له بكل صراحه انه ما يستاهلش بنته. فسام بيطرده وبيقول له يقطع علاقته بليلى. وفي الوقت ده ليلى بتفقد وعيها من القلق وأليكس بيجري عليها وبيشيلها لحد ما بينقلوها المستشفى. وهناك الدكاتره بيقولوا لهم انها تعبت من كتر الضغط، واول ما بتفوق بتقول لأليكس انها عمرها ما هتبعد عنه. وسام بيتأثر لما بيشوف ده وبيستوعب انهم بيحبوا بعض فعلا، وان ليلى مش هتبقى مبسوطه غير وهي معاه. وبعد كده الاتنين بيتجوزوا اخيرا. وسام بيوصل بنته لعريسها وهو مبتسم، وميليسيا ودافني كمان بيكونوا مبسوطين وهم شايفين ليلى مبسوطه مع أليكس، وكل اصحابهم بيبقوا موجودين في الفرح. بس أليكس ما بيبقاش عازم اي حد من قرايبه. وبعدين بيعيشوا سوا وسام بيكون عاوز يساعد جوز بنته في الشغل، فبيعرفوا على مستثمر كبير وبيخليه هو والفريق بتاعه يشتغلوا معاه. وليلى في الناحيه التانيه هي كمان بتبقى بتكبر في شغلها وبتفرح جدا لما بتعرف ان أليكس جاله فرصه شغل كويسه. وبعدين بتقفل معاه عشان تروح تشوف شغلها، وبنلاقي بيتهم مليان صور من فرحهم والاتنين بيكونوا مبسوطين جدا وهم مع بعض. ولما ليلى بتصحى الصبح بتقعد تشخبط على وش جوزها، ولما زمايله في الشغل بيشوفوا وشه بيقعدوا يضحكوا عليه. وفي الناحيه التانيه ليلى بتبقى واقفه قدام الشباك وهي سرحانه، ولما زمايلها في الشغل بيقولوا لها تبعد عن الشباك وتسيب شنطتها على الترابيزه بتقول لهم ان الاحسن انها تفضل لابساها عشان هي كل شويه بتنساها. وبعدها أليكس بيلاحظ انها اوقات كتير بتبقى واقفه عند الموقع وهي سرحانه، وبعدين بتروح عند الدكتور النفساني وبتقول له انها مريضه وبتفقد وعيها اوقات كتير. وبتحكي له وقت ما فقدت وعيها لما عرفت ان الراجل اللي بتحبه متجوز ومخلف. فالدكتور بيشخص حالتها بانها ضغط، بس بعدين بيقول لها تيجي بعد اسبوع عشان تعمل شويه تحاليل. وفي المشهد اللي بعد كده بتيجي وبتكون محتاجه فلوس وبتقول له انه مش هيشوف وشها تاني. وبعد كده أليكس بياخد ليلى لمكان معزول وبيبدا يوصف لها المكان هيكون عامل ازاي في بيتهم الجديد. وهو بيشرح لها هو هيقسم البيت ازاي بيقف لما بيلاقيها سكتت مرة واحدة، ولما بيلف بيلاقيها وقعت من طولها، فبيجري عليها عشان بيفتكرها فقدت وعيها من تاني، بس بيكتشف انها نايمة في مكانها على اساس ان ده هيكون مكان سرير بيتهم. فبتشكره على كل اللي بيعمله علشانها وبتقوله انها مش قادرة تستنى لحد ما يعيشوا في بيتهم الجديد سوا. فأليكس بيقول لها ان هي بيته. وبعد كام يوم أليكس بياخدها يعرفها على الراجل اللي شافته معاه في الصورة، وبيقول لها انه يعتبر في مقام باباه وهو اللي معلمه الصنعة وكل حاجة في الحياة عموما. وبعدها أليكس بيعرفه على ليلى وبيقوله انها مراته، بس الراجل بيتضايق منه عشان ما جابهاش قبل ما يتجوزها. ولما بيسيبها معاه لوحدهم ليلى بتتفاجئ لما بتعرف من الراجل ان مامة أليكس لسه عايشة. فالراجل بيقول لها انه بيكرهها عشان هي سابته من وهو طفل، وان اسمها زوي وانها عايشة في فندق في منطقة معفنة. ولما ليلى بتروح تدور عليها بتوصل ليها، بس بتلاقي راجل شكله مرعب وعينيه شكلها غريب وبيقعد يضرب في زوي عشان بيكون عاوز منها فلوس. ولما بيروح يجري ورا ليلى بتهرب منه وبتركب التاكسي على طول وبتمشي. وفي المشهد اللي بعد كده ليلى بتتصل بأليكس وبتقوله يجي المستشفى، واول ما بيوصل بيتفاجئ لما بيشوف مامته في الحالة دي. فليلى بتقوله ينسى اللي حصل ويساعد مامته عشان هي محتاجاه دلوقتي، بس هو بيقول لها انه ما عندهوش وان ليلى هي عيلته الوحيدة، وانه مش عايز الفلوس اللي محوشها لمستقبلهم تضيع على الست اللي سابته في الشوارع وهو عنده 5 سنين. وبيحكي لها انه وقتها ما بطلش عياط وحلف وقتها انه ما يعيطش تاني، بس ليلى بتكون عايزاه يساعد مامته ويسامحها. ولما أليكس بيروح يشوف مامته بتقوله انها عارفة وفاهمة انه بيكرهها عشان هي دمرت له طفولته، بس بتقوله انها هي كمان خسرت طفولتها بسببه وانها كانت صغيرة جدا لما ولدته، واوقات كتير كانت بتندم على اللي عملته وبتتمنى لو هي نفسها ما كانتش اتولدت. ولما أليكس بيحاول يمسك ايديها زوي بتقوله يسيبها ويمشي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه وهو بيتخانق مع الراجل اللي ضرب مامته وبيسأله هو عاوز كام. وبالليل بياخد ليلى وبيروحوا ياكلوا عند نفس عربية الاكل اللي بيقعدوا عندها. ولما بيقول لها انهم مش هيقدروا يشتروا البيت اللي كانوا بيحلموا بيه ليلى بتتصدم، بس بعدين بتفكره بكلامه ليها قبل كده وقت ما قال لها انها هي بيته. ولما بتفتح الازازه عشان يشربوا أليكس بيقول لها انه ملوش نفس يشرب دلوقتي،
فليلى بتقول له انهم هيفضلوا مبسوطين لحد اخر عمرهم لو شرب معاها، فبيسمع كلامها وبيشرب. وبعد كده ليلى بتروح للدكتور واللي بيزعق لها عشان جت متاخره، ولما بيسالها شويه اسئله عن عيلتها بتبقى مش فاكره سن اختها بالظبط، فبيسالها اذا كانت دايما بتنسى كده، فبيعمل ليها شويه اشعه. وبعد كده محمد زميل ليلى القديم واللي بيبقى الاكس بتاعها بيجي يشوفها في المكتب بتاعها، وبيقول لها انه طلق مراته وراح لندن وان رجع عشان يعتذر لها على كل اللي عمله فيها، وبيقول لها انه ما عملهاش حاجه وقتها وانها هي اللي فقدت وعيها واتعورت في ودنها لما عرفت انه متجوز. بس ليلى بتقول له انها نسيت كل حاجه وبتمشي، وبالليل بيبقى باين عليها ان في حاجه شغلاها وعماله بتنسى اكتر من الاول. ولما أليكس بيسالها الدكتور قال ايه، بتقول له انها هتزوره بعد اسبوع. وفي المشهد اللي بعد كده ليلى بتزور الدكتور، ومن هنا احداث الفيلم بتبقى اصعب، لان الدكتور بيقول لها ان الاخبار مش حلوه خالص، وبيقول لها ان عندها نوع نادر من التخريف وهو ده اللي بيخليها تسرح كتير وتفقد وعيها وتنسى كتير. وبيقول لها كمان انها لازم تسيب شغلها وترتاح عشان المرض بيتطور بسرعه وهيخليها تنسى حبايبها وهتنسى حاجات كتير كمان زي انها تلبس مثلا، وفي الاخر هتفقد الذاكره وهتموت. وليلى بعد ما بتعرف ده ما بتبقاش عارفه تتعامل مع الوضع، ومش بتقدر كمان تحكي حاجه لأليكس. ولما بتساله هي المفروض تسيب شغلها ولا لا، بيقول لها انه هيقدر يصرف على البيت لوحده. ولما أليكس بيروح الشغل وبياخد معاه الاكل اللي ليلي محضراه، صحابه بيبقوا حاسدينه عشان مراته بتعمل له اكل كل يوم، في حين انهم بياكلوا اكل من على العربيات. بس لما بيفتح علب الاكل بيلاقي ليلى حطت رز في العلبتين، فبيفهم ان في حاجه غلط بتحصل معاها، فبيروح للدكتور بتاعها وبيتخانق معاه عشان يقول له على اللي حصل. بس الدكتور بيقول له ان التحاليل ما فيهاش حاجه غلط، وانه بيعمل ابحاث عن المرض ده من وقت ما مراته ماتت بسبب نفس المرض، وبيقول له يستعد للواقع اللي مستنيه. ولما محمد بيقابل ليلى بيسالها اذا كانت هتسيب الشغل عشان هو رجع، وبيطلب منها انهم يرجعوا لبعض. وليلى اول ما بتشوفه بتسلم عليه وبتحضنه عشان بتكون فاكره انهم لسه مع بعض. بس مره واحده ذاكرتها بترجع ليها لما بتشوف صاحبها واقف قدامها، فبتخرج من المكان وهي محرجه. وبعد كده أليكس لما بيدور عليها بيلاقيها في البار اللي علمها فيه ازاي تلعب بلياردو، وقتها بتحكي له ان في حاجه في مخها بتمسح ليها ذكرياتها كلها، وبتقول له كمان انها بقت بتنسى كل حاجه ليها علاقه بيه، وشايفه انه هيكون اسهل لو سابوا بعض دلوقتي. فأليكس بيقول لها انه مش موافق وبيوعدها انه يفضل فاكرها. ولما بتقول له انها هتنسى كل حاجه تخصها هي كمان، بيقول لها ان هو هيفضل فاكرها وعارفها. والاول مره ليلى بتشوفه وهو بيعيط، وبعدها بنشوف أليكس وهو بيشيل كل السكاكين اللي في البيت وبيعلق الصور في كل مكان عشان ليلى ما تنساش حبايبها. ومن وقت للتاني بيقعد يسألها عن علاقتهم وأساميهم، وليلى بتبقى فاكرة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفها وهي مش عارفة تفتح علبة الدواء بتاعها لما أليكس بيروح الشغل، وبعدين بتلاقي السكينة فوق الرف. وفي الوقت ده محمد بيجي وبيكون جايب معاه حاجتها اللي نسيتها في المكتب، وبيكون عاوز يتكلم معاها عن علاقتهم. فليلى بتفتكره جوزها وبتعرض عليه انها تعمل له قهوة، بس هو بيكون خايف لجوزها الحقيقي يطب في اي لحظة. وفعلا أليكس بيجي في اللحظة دي وبيشوفهم وهم حاضنين بعض، فبيمسك محمد يضربه. وليلى عشان ما بتبقاش فاكرة أليكس بتضربه بالسكينة، فبيزوقها وبتقع على الكنبة، وبيرجع يتخانق هو مع محمد واللي بيكون فقد وعيه من كتر الضرب. وفي الوقت ده عيلة ليلى بتيجي البيت وبيشوفوا اللي حصل، وسام ما بيبقاش فاهم ليه بنته ما قالتلهوش على حالتها، فبيقول لأليكس يسيبها معاهم ويروح هو يعيش حياته بما انه لسه شاب صغير. بس أليكس بيصمم ان هو اللي هياخد باله من مراته في تعبها. وفي الوقت ده ليلى بتخرج من اوضتها وبتعملها على نفسها قدام الكل، فمامتها لما بتشوفها في الحالة دي بتتخض، وجوزها بيجري عليها وبياخدها الحمام وبيساعدها. وفي الوقت ده مامتها بتقعد تخبط على الباب وبتطلب انها تدخل تشوف بنتها، ووقتها أليكس بيقعد يعيط. وفي المشهد اللي بعد كده بيروحوا عند البحيرة وبيكملوا خططهم للمستقبل وبيتهم الجديد. وهم رايحين يركبوا العربية ليلى بتناديه بمحمد بالغلط، بس هو مش بيصحح لها كلامها. ولما بتقوله انها بتحبه هو بيقول لها ان هو كمان بيحبها. وبعد كده سام وأليكس بيروحوا يتكلموا مع الدكتور بتاعها، واللي بيقول لهم يبعدوا ليلى عن اي مواقف تخليها تتعرض للضغط، وبيقول لهم كمان ان الذكريات الاخيره هي اول ذكريات هتختفي من مخها، وفي الاخر ذكرياتها القديمه كمان هتختفي. وفي الوقت ده أليكس بيقول لهم انها نادته بمحمد، وبيبقى بيسأل هي بتحب مين فعلا. وفي يوم وهي قاعده في البيت ليلى بتفتكر كل حاجه، وبتفتكر وقت ما اتقابلوا هي وأليكس وكل اللي عدوا بيه، وبتفتكر كمان الوجع اللي خلته يحس بيه. فبتكتب له رساله طويله بتعتذر له فيها عشان اذته، وبتقول له انها مضطره تمشي عشان حالتها كل مدى بتسوء، بس هو هيفضل دايما ليه مكان في قلبها، وانها عمرها ما حبت حد تاني. ولما أليكس بيرجع يلاقي البيت فاضي بينهار، وبيكون حاسس انه مش هيقدر يعيش فيه من غيرها، فبيروح يقول الكلام ده لعيلتها وبيقطع اوراق الطلاق. ولما دافني وميليسيا بيشوفوه بيصعب عليهم، بس سام بيقول له انه بعتها على امريكا عشان تتعالج هناك، وبيرجع يقول له من تاني انه يعيش حياته.
وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف سام وهو عندها وبيقول لها انها بنته الكبيره وانه هيفضل جنبها دايما، وبيفتكر لحظات كتير من فتره طفولتها وقت ما كانت بتتحايل عليه انه يقعد في البيت وما يمشيش، وبعدين بيحضنها وهو بيعيط وبيتحايل عليها انها ما تموتش. وفي الناحيه التانيه أليكس بيكسر البيت، ومره واحده بيسمع صوت طفل بيعيط في الشارع، وبيطلع ان الطفل ده في خياله وقت ما كان هو عنده 5 سنين ومامته سابته ومشيت، فبياخد عصايه في ايده وبيكسر بيها الوهم ده عشان يخلص من الوجع ده. وبعدين بيبدا يحقق امنيه ليلى وبيصلح الكرفان وبياخد مامته وبيروحوا يعيشوا عند البحر، واللي بتبقى مبسوطه انها رجعت تعيش مع ابنها. وفي الوقت ده دافني بتيجي لأليكس وبتقول له انه محتاج يروح يشوف ليلى، وانها طول الفتره اللي فاتت دي كانت في اسطنبول، وانها ما قدرتش تقول له عشان كانت خايفه من باباها، وبتقول له انها لقت رساله في ايديها كانت كاتباها ليه بس نسيت تبعتها. فأليكس بيحضن دافني، وبعدين بنعرف ان ليلى كتبت ليه في الرساله انها قدرت تفتكر علاقتهم كلها، وانه كان زوج كويس جدا بس هو محتاج يلاقي واحده تانية يحبها ويبطل يقلق عليها. وبعدها أليكس بيركب العربيه وبيحط من الكولونيا اللي الحلاق اداها له، ولما بيوصل ميليسيا بتخليه يدخل يشوف بنتها واللي بتبقى نايمه في الاوضه، فبيمسك ايديها وبيحط ايده على وشها. وبعد شويه ليلى بتفتكر جوزها اخيرا، فبيقول لها انه جاي ياخدها البيت وانه عمره ما هيسيبها، وبعدها بيشيلها وبيخرج بيها من البيت. وفي الوقت ده سام وميليشيا ودافني بيبقوا واقفين يتفرجوا عليهم، فليلى بتفتكر الاغنيه اللي كانت بتغنيها له وقت ما اتقابلوا ويوم فرحهم، وبعدها بتموت مره واحده وهي باصه لأليكس. وفي اللحظه دي عيلتها وزوي بيصوتوا وبيعيطوا على موت بنتهم، فأليكس بيحضنها للمرة الأخيرة وبيقعد يعيط عشان ما قدرتش توفي بوعدها وقت ما قالت له إنها عمرها ما هتسيبه. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقيهم دفنوها جنب البحر قريب من بيت أليكس، مكان ما كانوا متفقين يعيشوا. وبيفتكر وقت ما كانت بتقول له إنها بتكتب على راسه إنها عايزة تعيش معاه لباقي حياتها، وإنها هتفضل معاه بعد ما تموت كمان. ولحد هنا بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.